السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. النهارده هعمل لكم ماسكه حلوه قوي بيخلصنا من التصبغات من النمش وبيشد معانا التجاعيد جدا. الوصفه بتاعت النهارده سهله ومكوناتها بسيطه جدا، يعني مش مكلفه خالص، وهتلاقوا نتيجه حلوه جدا. ماسك يا بنات في منتهى الجمال، بيفتح الايدين والبشره وبيناسب جميع انواع البشره، سواء بشره حساسه او مختلطه. اعملوا الماسك ده زي ما انا هعمله بالظبط، بس بالله عليكم بقى لايك للفيديو واشتراك في القناه. وتعالى اقول لكم الماسك بتاعنا عباره عن ايه. كلنا عارفين فوائد الخميره للبنات اللي عندها شيخوخه مبكره، قد ايه بتشد الجلد، بتخلصنا من الشيخوخه المبكره، ولها فوائد جميله جدا للبشره. هناخد باكت كده زي ما احنا شايفين. هنجيب برضو معلقه من القهوه. القهوه دي مفيده جدا للبشره، حاجه كده في منتهى الجمال، كمان تعتبر مقشر طبيعي للبشره. هناخد برضو منها معلقة كده ونقلب المواد الجافة مع بعضها. ده يا بنات ماء الورد. ماء الورد ده حلو جدا، حتى بدون ما نحطه على اي ماسك ونرشه بس على وشنا كده، حلو جدا للجلد. هناخد منه معلقتين ونحاول نقلب الماسك كده، ولسه معانا برضو بقية المكونات بتاعتنا، ولكن برضو مفيش حاجة فيه مكلفة. لو انت حاسة ان هو لسه ناشف معاكي شوية، زوديه كمان معلقة من ماء الورد لحد ما تحسي انه بقى ايه، فيه ليونة خالص. انا زودته كمان يا بنات معلقتين، وبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اكيد معظمكم كله، يعني في بنات كتيرة جدا جربت ماسك الخميرة للبشرة. بعد كده هيكون معانا معلقة من النشا. النشا فيها فيتامين ألف، مبيض سريع للبشرة، لها فوائد جميلة جدا للبشرة برضو. الماسك ده حلو قوي قوي للايدين يا بنات. كمان لو انتوا عندكم الايدين برضو فيها كده تجاعيد خفيفة والكلام ده كله، حلو قوي. انا بعمله برضو دايما لايدي. هندهنه بقى على ايدينا او على وشنا لمدة ساعة كاملة. يعني ساعة كاملة يا بنات عشان ناخد كل الفوائد اللي موجودة في القهوة وفي الخميرة لبشرتنا. هتحس ان بيشد معاكي الجلد جدا، بيفتح جدا. القهوة كمان يا بنات، القهوة بتفتح البشرة جدا. ومن اول مرة، من اول مرة بتلاقوا نتيجة حلوة جدا للبشرة. بس طبعا لازم يكون معانا حاجة مهمة جدا في الوصفة دي. شايفين؟ ويا ريت بقى لما تعملي الوصفه تعمليها على قد ما هتستخدمي، بس ما تحاوليش ان انت تبقي منها حاجه، علشان لما نيجي نحطها تاني مره مش هيبقى لها نتيجه زي اول مره. شايفين يا بنات؟ انا بقى بحب دايما احط بعد ما بستخدم الوصفه كده كريم نيفيا. دايما كده باخد منه قطعه صغيره، على بقى لو هحط على ايدي او على وشي، وتروحي ايه، مطريه الجلد كده او مرطبه الجلد ترطيب حلو كده للجلد. على فكرة الماسك سهل جدا، مكوناته بسيطة، معظمنا عندنا كريم نيفيا. مفيش فيه اي حاجة مكلفة خالص. يا ريت يا بنات لايك للفيديو واشتراك في القناة، وان شاء الله هعمل لكم وصفات حلوة قوي للعرايس المقبلين على الزواج الفترة الجاية. ما تنسونيش بقى يا بنات باللايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.